بيبدأ الفيلم مع روي اللي بيصحى من النوم على واحد عايز يموته وبيضربوا ببعض، وبعدها بيدي روي ظهره للحيط وبتظهر طيارة هليكوبتر وبتضرب نار على الإزاز وبيجي الرصاص في الشخص اللي مع روي وبيموت. بعدها بيرمي روي نفسه من الشباك وبيقع في عربية نقل وهو قاعد. بيقول إن ده بيحصل له كل يوم وبيموت لما بيقع من الدور الرابع تحت عربية، ومرة تانية بيموت لما بيطاردوا بنتين بيضربوه بالنار، يا إما واحد قزم بيحط له قنبلة في جيبه وبيفجره، يا إما كلهم بيتجمعوا عليه وبيقتلوه. ولما بيتصل روي بمراته بيقول للمدير فانتري انها ماتت، وهنا بينزل اتنين من العربية طلعوا اربجي وبيضربوا عليه نار وبيموتوه. وبالليل بيكون روي في الحانة مع واحد صاحبه وبيجيله اتصال من جيما وبتكلمه وهي بتحط العينة اللي خدتها من شعره في اسطوانة، وبتقول ان احتمال كبير في خطر على حياتها، بتطلب منه ياخد باله من ابنهم. وفي نفس اللحظة بيكون فانت وبراين بيراقبوها من المكتب وسامعين المكالمة من المكتب وبيقطعوا اتصالها، وبيطلب فانت من براين يقبض على الدكتورة لأنها خانتهم. دي كانت آخر مرة روي يسمع صوتها، وبعدها بيتكرر موضوع قتله كل يوم، وروي بيتأكد إن كل ده بيحصل له بعد آخر زيارة لجيما في المختبر. وجيما بتقول له انها بعتت له هديه عيد ميلاده على البيت، وبيفتح الظرف بيلاقي فيه كتاب لكن ما بيلحقش يقرا اللي جواه. تظهر الهليكوبتر وبتضرب نار عليه وبتقتله. في اليوم اللي بعد كده بيكون روي في عربيته وبيحاول يهرب من عربية بتطارده، وتاني يوم بيفطر في الشارع وساعتها اتضرب عليه سهم مربوط بحبل في رقبته واتسحل بيه في الشارع. وبيقرر بعدها انه يدخل لمكان هادي علشان يقرا الكتاب، ولما بيقرا الكتاب بيلاقيه بيتكلم عن آلهة مصر إيزيس وأوزوريس، كانوا بيحبوا بعض جدا. ولما روي بيقرا الكتاب بيلاقي جيما كاتباله اتمنى ليك عمر طويل جدا وخليك عارف ان الوقت ما بيستناش حد. بيبص وراه بيلاقي ابنه جو بيلاقيه داخل سايبر، وبيلاقيه مشترك في مسابقة العاب فيديو بس محدش مهتم بيها. وجو كان فاكر ان روي صديق مامته، فبيعرض عليه روي انهم يروحوا ياكلوا بيتزا. روي بيقابل الناس اللي بيقتلوه كل يوم فبيحضن ابنه وبيقول له ان هو ابوه، وبيضربوا عليه نار وبيقتلوه. وتاني يوم بيصحى روي على نفس الناس اللي بيقتلوه وبيهرب منهم روي، ويروح على الحانة ويسمع واحد بيتكلم عن زرع أجهزة تعقب في الجسم، وبيقول له روي ايه المكان اللي بتكون مزروعة فيه، فبيقول له الأسنان. وبيفتكر روي ان موضوع القتل بدأ معاه بعد ما راح لدكتورة الأسنان وبيروح الحمام يخلع ضرسه وبيلاقي فيه جهاز تعقب. وتاني يوم بيعرف ان دكتورة الأسنان هي اللي حطت له جهاز التعقب واللي خلاها تعمل كده برايت. وبيروح الحانة يخلع الضرس وبيبدأ يصطاد اللي بيقتلوه، وبيقتل أول واحدة وبيقتل الراجل بسهم وبيجره زي ما كان بيعمل فيه، وبيجمع الباقيين وبيفجرهم كلهم، وبياخد التليفون وبيكلم برايت وبيقول له انه قتل كل رجالته وجاي له يقتله هو وصاحبه. وبيروح ناحية المختبر وبيسوق بسرعة علشان يكسر سور المختبر، لكن عربيته بتتدمر. وبيفضل روي يحاول يوصل لفينتور، وكل مرة بيوصل بتقتله البنت الصينية جوانين، مرة بتضربه بالسيف في صدره ومرة تقطع راسه. وهو بينضرب جاله فينتور وعرفه انه كل اللي بيحصل له بسبب انه عرف سر محور اوزوريس، وبعدها بيقطع راس روي بالسيف. ولما بيصحى تاني يوم بيقرر يقتل فينتور، وبيفتكر اليوم اللي قصت فيه جيما خصلة من شعره ودخلته المحور اوزوريس، وبيبدأ يفهم قصة إيزيس وأوزوريس. وبيعرف روي انه بقى زي اوزوريس، وان جيما حطته جوه محور اوزوريس علشان هو الوحيد اللي يقدر يوقف فينتور، وكانت عارفة انهم هيحاولوا يقتلوه، علشان كده حطته في محور اوزوريس علشان يفضل يحاول يقتل فينتور ويقضي على مشروع السفر عبر الزمن اللي فينتور عايز يقضي بيه على البشر. فبيعيد اليوم تاني ويقتل رجالة فينتور وبيخلع الدرس اللي فيه جهاز التعقب، وبيقابل واحدة يابانية وبيطلب تدربه على القتال بالسيف وبتوافق، وبيفضل يتدرب معاها شهر كامل لحد ما يقدر يهزمها. وبعدها بيروح مكتب فينتور بتقابله جوانين وبياخد سيف وبيبدأوا قتال، وروي بيكون متفوق عليها وبيقطع خصلة من شعرها، وبعدها بيقتل جوانين. وبيظهر براين وبيضرب نار عليه لكن روي بيقتله بالسيف، وفينتور بيشوفه وبيبدأوا يتقاتلوا. وقبل ما يمسك مسدسه روي بيغرز السيف في ايد فينتور، بيقول له روي لو قتلتني رجالتي هيخلصوا على ابنك. فروي بيتعصب ويقطع راسه وبيركب عربيته، ولما بيوصل للمكان بيلاقي ضباط البوليس بيمنعوه وبيلاقي ابنه اتقتل. في اللحظة دي بيحصل نهاية العالم وبيموت روي وينعاد يومه من تاني، وبيكون حاسس بالذنب لانه اتخلى عن مراته وابنه، فبيقرر انه يقرب من ابنه ويعيش معاه الايام اللي هو عايشها. فبيروح له المكان اللي بيلعب فيه وبيعرفه ان هو بيحب لعب قتال الشوارع وبيلعب معاه العاب الفيديو اللي بيحبها، وبعدها بيشتري له اكل. وفي نهاية اليوم بينتهي العالم وبيموتوا هما الاتنين، وبيتكرر الموضوع 12 مرة. وفي اليوم ال13 جو بيعرفه ان امه اتصلت بيه
وبينصدم روي إنها لسه عايشة وإنه يقدر ينقذها. تاني يوم بيروح المختبر ويضرب نار على برايت وفينتور وبيسألهم عن مكان جيما، ففينتور بيشاور له على جثتها، وبرايت بيقول له إن هما مش عارفين يشغلوا محور أوزوريس. ولما بيعرف فينتور إن روي مات أكتر من 200 مرة بيفرح إن تجربة محور أوزوريس نجحت، لكن جيما خلت روي هو محور التجربة. وبيعرف روي من الكاميرات إن فينتور هو اللي قتل جيما، فبيقتلهم وبيقتل نفسه. وبيصحى تاني يوم ينط في الطيارة ويرمي الراجل اللي كان بيضرب عليه نار منها، وبيهدد الطيار ويقول له قدامك 12 دقيقة. وأول ما بيوصل بيقف قدام الأسانسير اللي فيه رجالة فينتور، وأول ما بيطلعوا من الأسانسير بيضرب عليهم نار ويقتلهم. وفي طريقه للمختبر بيشوف جيما قبل ما تموت وبيقدر يقتل براين وفينتور، وبتفرح جيما انه قدر ينقذها، وبتسأله انت حاولت كام مرة تنقذني؟ بيقول لها كتير. ولما بيسألها نعطل آلة الزمن ازاي بتقوله لازم تدخل آلة الزمن ونعيد تشغيلها، وبيدخل روي للآلة. وهنا بينتهي الفيلم.